أنا عايز أتغير، نفسي يعني زي ما بيقول كده عايز أتغير 180 درجة. هو ممكن اللي أنا أتغير 180 درجة؟ ممكن. بإيه؟ بالقرآن. يعني ممكن قلبي ده الله سبحانه وتعالى يصلح لي قلبي، يطمئن لي نفسي، يهدي لي نفسي. ممكن ممكن. يعني ممكن إنسان يكون أقصى الشمال يبقى بعد كده أقصى اليمين. بإيه؟ بالقرآن. هو هنا في سؤال: ما الذي صنع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت بتسمع إيه؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، عمر، سيدنا علي، عثمان، عبد الله بن مسعود، أكابر الصحابة، نجوم الصحابة. مين اللي ربى الصحابة؟ القرآن. من الذي صنع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. اللي عايز يتغير من الحاجات اللي تغيرك اسمع قرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. إما قال لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ سيدنا عبد الله بن مسعود يقرأ من سورة النساء حتى وصل إلى قوله. عايزين ناخد آيتين كده اللي هم الآخر دول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل عبد الله بن مسعود إلى هذه القراءة التي ختم بها الشيخ قال: حسبك. فنظرت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا عيناه تذرفان. ما تسمع القرآن كده وتتأثر، تسمع القرآن كده بمشاعرك بأحاسيسك. احنا كنا لسه بنقول يا شيخنا اللي ممكن واحد عايز يقرأ قرآن فقالك مثلا هات المصحف وبيقرأ، قاعد طول ما هو مع المصحف مشغول بالنت وبالواتس وبالرسالة وبالماسنجر. طيب انت بقى استفدت ايه بقى بالقراءة؟ والله الواحد بيكلم نفسه، الواحد استفاد ايه بالقراءة؟ هو اصلا قاعد يقرأ ودماغه على المحمول ودماغه مع النت ودماغه مع الرسائل. اول ما يسمع صوت رسالة يجري. مش دي القراءة اللي هتغير.